السلام عليكم ورحمة الله. برحب بالجميع في كل مكان. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات كولكشن. برحب بكل متابعي القناة. النهاردة إن شاء الله زي ما احنا شايفين هنشتغل وحدة مربعة بشكل حلو قوي من الباترونات السهلة والبسيطة والسريعة، كمان ما بتاخدش أي وقت. طبعا نقدر نشتغل بيها تطبيقات كتيرة جدا، ندخلها على الشنط، على الملابس، على أي تطبيق احنا حابينه. أتمنى تعجبكم. وقبل ما نشوف باترون النهاردة خليني أذكر كل حبايبي وأصدقائي اللي بيشوفوني او بيتابعوني لاول مره انه دايما على اول تعليق مثبت تحت الفيديو هتلاقي كل لينكات التواصل والصفحات الرئيسيه اللي من خلالها تقدري تتابعي كل الاشغال والتطبيقات اللي نزلناها مع بعض. اما دلوقتي خلينا نشوف الادوات وطريقه التطبيق لباترون النهارده. الادوات اللي هستخدمها، هشتغل على خيوط المكرميه الكريستال الفرنساوي الرفيعه. طبعا انا هستخدمها على فتلتين لان الخيوط دي رفيعه شويه، حابه الوحده بتاعتي تكون اكبر لاني هشتغل بيها تطبيق تاني، لكن طبعا تقدري تستخدميها على فتله واحده اذا حابه والوحده هتطلع معاكي اصغر. طبعا كمان تقدري تستخدمي الخامه اللي تحبيها. انا هشتغل على المكرميه الفرنساوي، وكمان هشتغل من 4 الوان مختلفه، يفترض ان هما الوان خرزه العين، لكن تقدري تستخدمي الالوان اللي تحبيها على التطبيق زي ما تحبي. زي ما احنا شايفين كده 4 الوان، وهشتغل عليهم بابره رقم 4 ملم. هحتاج لابره التنظيف وللمقص. اول خطوه هنبتدي نعملها، هنشتغل حلقه البدايه بشكل طبيعي بالشكل ده كده. هسحب من الخيط 1 2 وهشد طرف الخيط بالشكل اللي احنا شايفينه. بعد حلقة البداية هرتفع ب5 سلسلة، 1 2 3 4 5 بالشكل ده كده، وهفوت اول 4 سلاسل واروح على السلسلة الاولى اللي هي ال5 بالشكل اللي احنا شايفينه، وهبتدي اشتغل غرزة منزلقة. هسحب الخيط واطلع من الحلقة اللي على الابر. اتكونت دايرة صغيرة بالشكل ده كده. جوه الدايرة دي يفترض نشتغل 16 غرزة عمود بلفة. فهرتفع على البداية ب3 سلسلة، 1 2 3 بالشكل ده كده، هعتبرهم اول عمود من ال16، وهلف الخيط على الابرة. هدخل جوه الدايرة واسحب الخيط بالشكل ده، وهستمر بغرزة عمود بلفة. بسحب ال3 حلقات حلقتين في حلقتين بالشكل ده كده. تمام. واكرر الف الخيط على الابره، هدخل على نفس الدايره وهسحب غرزه عمود بلفه 3 حلقات وبشتغله حلقتين في حلقتين، واكرر بلف الخيط وادخل واسحب الغرزه بتاعتي واشتغلها عمود بلفه، وهكذا بقى بنفس التكرار لحد ما اكون 16 غرزه عمود. اشتغلت 15 غرزة عمود بلفة اضافة الى الارتفاع اللي في الاول وحسبته عمود، يبقى 16 غرزة. وهاجي على النهاية هنا بعد العمود الاخير كده على سلاسل الارتفاع في السلسلة الاخيرة من فوق، وهدخل اشتغل غرزة منزلقة بالشكل ده كده. بطلع من الحلقة اللي على الابرة. اتكونت عندي الراوند او الدايرة، وبكده نبقى نهينا الدور. هعمل ايه دلوقتي؟ هاخد سلسلة تأمين، هرفع الخيط وهقص على الدور الجديد. هدخل على اي غرزة مش هتفرق بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين تحت حلقتين الغرزة بشكل سليم، وهسحب حلقة بداية جديدة من اللون اللي هشتغل منه، وهرتفع على البداية ب2 سلسلة، 1 2. دي مجرد ارتفاع، مش هحسبها من عدد الغرز بتاعتي ولا حاجة. وانا هبتدي اشتغل غرزة بف مكونة من 3 لفات. فهلف الخيط على الابرة على نفس الغرزة هي هدخل بالشكل ده كده وهسحب الخيط كده، تبقى اللفة الاولى. انا يفترض هسحب 3 لفات، فكده هحتفظ باللفة الاولى على الابرة. هلف الخيط وعلى نفس المكان هسحب الخيط كده. اللفة التانية هلف الخيط وعلى نفس الغرزة هي بسحب للمرة التالتة. شايفين انا لفيت 3 لفات. كل الحلقات اللي معايا دلوقتي هبتدي اسحب الخيط واخرج منها كلها مرة واحدة بالشكل ده كده. تمام. كونت معايا اول غرزة بف، وهبتدي اقفل على الغرزة بالسلسلة. هكرر بقى على مدار الدور كله بنفس الطريقة، وممكن اطراف الخيط دي اخدها معايا على الدور كده تختفي بالمرة تحت الغرز. وكل اللي انا هعمله تكرار، بلف الخيط الغرزة اللي جاية وعليها الدور على طول، مش هفوت ولا غرزة. هسحب الخيط وارتفع كده. اللفة الاولى اللي افترض هشتغل 3 لفات كده، 1 هلف الخيط وعلى نفس الغرزة. اللفة رقم 2 هلف الخيط وعلى نفس الغرزة اللفة رقم 3. بعد 3 لفات هسحب كل الحلقات مع بعض واقفل على الغرزة بسلسلة.
زي ما احنا شايفين بنفس التكرار بقى داير ما يدور السطر كله. هلف الخيط الغرزة اللي عليها تدور، هنزل بالشكل ده كده واسحب 3 لفات. ادي اللفة الاولى، الف الخيط وفي نفس الغرزة اللفة التانية، اللفة التالتة، وبعد 3 لفات بسحب كل الحلقات واقفل على الغرزة بسلسلة. زي ما احنا شايفين كده تكرار واحد وهنلف بالدور كله. يفترض انه في النهاية يبقى معايا 16 غرزة باف، لاني هشتغل على ال 16 غرزة اللي موجودين معايا. وصلت على نهاية الدور زي ما احنا شايفين، ودي اخر غرزة باف. سحبت كل اللفات واقفل على الغرزة بسلسلة منساش كالعادة بالشكل ده كده. وهنا كده على اول غرزة باف اشتغلناها في توب الغرزة من فوق كده تحت حلقتين الغرزة. اتاكد ان انا دخلت تحت الحلقتين بشكل مظبوط وسليم بالشكل ده كده، وهسحب الخيط واشتغل غرزة منزلقة، وكده نبقى نهينا الدور والراوند. هعمل ايه دلوقتي؟ هرفع الخيط شوية ونفصل الخيط. على الدور رقم 3 هشتغل باللون اللي عليه الدور بالشكل ده كده، اللون الثالث. وهشتغل فين؟ على اي فراغ ما بين غرز الباف اللي انا اشتغلتها. مش انا كنت بشتغل سلسله اللي هي بقفل على الغرزه بيها، دي بتكون فراغ اهو. على اي فراغ من الفراغات دي وهبتدي ان انا ادخل بالابره بتاعتي بالشكل ده كده. هعمل ايه؟ هرتفع على البدايه من اللون الجديد كده بحلقه بدايه جديده. هسحب الخيط شايفين كده جوه الفراغ، وهرتفع ب3 سلسله، 1 2 3. هعتبرهم ان دول اول غرزه من غرزه الكلاستر اللي انا هشتغلها. تمام. هشتغل غرزه كلاستر مكونه من 4 اعمده، ده كده العمود الاول. فهلف الخيط على الابره وهدخل جوه نفس الفراغ وهسحب الخيط بالشكل ده كده. هشتغل غرزه عمود بلفه ولكن عمود ناقص، فهسحب الخيط واطلع من حلقتين وهحتفظ بالحلقتين الباقيين معايا. هكرر بلف الخيط على نفس الفراغ وهدخل واسحب الخيط واخرج برضو من حلقتين واحتفظ بالباقي معايا كده. للمرة التانية هلف الخيط، وللمرة التالتة هدخل على نفس الفراغ واسحب الخيط، وبرضو هطلع من حلقتين بس والباقي معايا. زي ما احنا شايفين مع بعض كده انا اشتغلت 3 اعمده اضافه الى الارتفاع اللي انا حسبته عمود، يبقى 4 اعمده لغرزه الكلاستر الاولى بالشكل ده كده. والحلقات اللي معايا كلها هطلع منها مره واحده واقفل على الغرزه بسلسله بالشكل ده. ابقى انا اشتغلت غرزه الكلاستر اللي هكرر بيها على مدار الدور كله. هنشتغل فين؟ هنشتغل على الفراغات اللي ما بين غرز البف. تمام. وممكن اطراف الخيط دي اخدها معايا على الدور تختفي بالمره بالشكل ده كده. هعمل ايه دلوقتي عشان انتقل واشتغل غرزة الكلاستر التانية؟ انا قفلت على غرزة الكلاستر بسلسلة. تمام. اشتغل كمان سلسلة فراغ، يبقى انا بقفل الكلاستر واشتغل سلسلة كمان. تمام. والف الخيط وعلى الفراغ اللي جاي بفوت البف اهي، وعلى الفراغ السلسلة اهي. هدخل واسحب الخيط. المرة دي طبعا ما عنديش ارتفاع فهشتغل ال4 اعمدة بنفس الطريقة. معايا 3 حلقات، هخرج من حلقتين والباقي معايا كده اول عمود من الكلاستر. متبقي معايا 3 اعمده هشتغلهم بنفس الطريقه. بلف الخيط وعلى نفس الفراغ بدخل واسحب حلقتين والباقي معايا. هلف الخيط كده المره الثالثه، بدخل على نفس الفراغ واسحب الخيط، وبرده هطلع من حلقتين بالشكل ده كده والباقي معايا. والاخر مره اللي هي المره الرابعه بلف الخيط وادخل على نفس الفراغ واسحب الخيط واطلع من حلقتين والباقي معايا. زي ما احنا شايفين انا اشتغلت 1 2 3 4 اعمده بنفس الطريقه كده. كل عمود بنسحب حلقتين والحلقتين الباقيين بيفضلوا معايا على الابره. اذا انا كل الحلقات اللي معايا دلوقتي معايا 5 حلقات، هطلع منهم مره واحده بالشكل ده كده، اقفل على الغرزه بسلسله واخد سلسله فراغ، يبقى سلسلتين. تمام كده. واكرر بقى على مدار الدور كله. زي ما قلنا الزيادات دي ممكن انضفها اول باول كده وتخش معايا تحت الغرز. تمام. باخدها معايا على السطر كده وانتقل على مكان الغرزه الجديد. بلف الخيط على الفراغ، شايفين بفوت البف، وعلى الفراغ اللي ما بين البف والبف هسحب غرزه كلاستر مكونه من 4 اعمده. ده كده العمود الاول هسحب منه حلقتين والباقي معايا. هلف الخيط كده العمود التاني برضو هسحب منه حلقتين والباقي معايا. بلف الخيط واسحب الخيط بالشكل ده كده واطلع من حلقتين والباقي معايا كده 3 اعمده. فاضل عمود الاخير. بعمل ايه؟ هلف الخيط وعلى نفس المكان بنفس التكرار بسحب الخيط واطلع من حلقتين.
شايفين ادي 1 2 3 4 اعمده بنفس الطريقه، كل عمود بنسحب حلقتين وبس، ثم في النهايه بنطلع من كل الحلقات مره واحده، نقفل على الغرزه بسلسله وناخد سلسله فراغ، يبقى سلسلتين بالشكل ده كده عشان اقدر اشتغل على الفراغ الجاي غرزه الكلاستر الجديده. هكرر بقى بنفس الطريقه كده غرزة كلاستر مكونة من 4 أعمدة على داير ما يدور الفراغات كلها، مش هفوت ولا فراغ، كل فراغ ما بين البف والبف كده هنشتغل لحد النهاية. وصلت على نهاية الدور بغرزة الكلاستر، ودي اخر غرزة كلاستر معايا، سحبت كل الحلقات بتاعتها، ومنساش اخد السلسلتين اللي باخدهم، سلسلة بقفل بيها على غرزة الكلاستر والسلسلة الفراغ بالشكل ده كده قبل ما اقفل منزلقة على طب اول غرزة كلاستر اشتغلتها. اخلي بالي انه مش هشتغل على الارتفاع ولكن على طب اول غرزة بالشكل ده كده. شايفين طب اول غرزة فين اهي كده بالشكل ده، وهبتدي ان انا اللي هي الغرزه اللي بقفل فيها غرزه الكلاستر تمام، وهسحب الخيط وهطلع منزلقه، وبكده نبقى نهينا الدور والراوند بشكل مظبوط وسليم. وهنا كده هبتدي ارفع الخيط وهقصه. بعد فصل الخيط كده على الدور رقم 4 نبتدي ندخل اللون الاوف وايت، فهنا هدخل بالشكل ده كده تمام على فين، على الفراغ اللي ما بين غرز الكلاستر تمام. هدخل على اي فراغ من الفراغات دي كده تمام كده، اللي هي فراغ السلسله اللي كنت باخده. هسحب اللون اللي عليه الدور بالشكل ده كده، حلقه بدايه جديده، وهرتفع على البدايه ب4 غرزه سلسله، 1 2 3 4. هعتبر انه الاربع سلاسل دول اول عمود ثلاثي معايا، المفروض ان انا هشتغل عمودين ثلاثي كمان بجانب الارتفاع. هلف الخيط 1 2 بالشكل ده كده، شايفين كمان مره هشتغل عمود ثلاثي، اذا هلف الواحد 2 بالشكل ده، وهدخل على نفس الفراغ فراغ الارتفاع وهسحب الخيط كده معايا عمود بلفتين، معايا 4 حلقات هخرج منهم على 3 مرات، حلقتين في حلقتين في حلقتين بالشكل ده كده. وهكرر كمان مرة، بلف الخيط 1 2 مرتين على الإبرة كده، وادخل على نفس الفراغ واسحب الخيط، وهسحب الأربع حلقات اللي معايا على 3 مرات. بسحب الخيط واطلع من أول لفتين، وبعدين تاني لفتين، واسحب الخيط، ومن تالت لفتين. زي ما احنا شايفين مع الارتفاع اشتغلت عمودين يبقوا 3 غرز بالشكل ده كده، وبعدين هاخد سلسلتين فراغ 1 2 بالشكل ده، وعلى نفس المكان هو في نفس الفراغ الاول، وهشتغل 3 عمود بلفتين. هلف الخيط مرتين وادخل اشتغل نفس العمود على نفس الفراغ، حلقتين في حلقتين في حلقتين كده العمود الاول، واكرر كمان عمودين، الف الخيط مرتين، ادي العمود التاني، الف الخيط مرتين والعمود التاني. اذا انا على اول فراغ وصلت عليه اشتغلت ركن عبارة عن 3 عمود بلفتين، سلسلتين فراغ، 3 عمود بلفتين تمام كده. كده يبقى اتكون معايا اول ركن، وزي ما احنا اتفقنا كده انه اطراف الخيط دي ممكن ناخدها معانا على الدور تختفي بالمره اول باول كده، فزي ما احنا شايفين انا باخدها اهو تمام، تنزل تحت الغرز. وهبتدي اعمل ايه، هلف الخيط مره واحده وبس. انا الاركان هشتغلها بالعمود الثلاثي، ولكن باقي الغرز بنشتغلها بالعمود العادي اللي هو حلقتين في حلقتين. فاذا بلف الخيط مره واحده لفه واحده اهي، وعلى الفراغ اللي جاي ما بشتغلش على الكلاستر خالص، بفوت الكلاستر، وعلى الفراغ اللي ما بين الكلاستر والكلاستر هكون 3 اعمده. المره دي هشتغل عمود بلفه واحده مع 3 حلقات، هسحبه حلقتين في حلقتين. على نفس الفراغ هشتغل 3 اعمده كده العمود الاول، هلف الخيط مره واحده وادخل على نفس الفراغ، ادي العمود التاني، حلقتين في حلقتين كمان مرة، ادي العمود التالت. زي ما احنا شايفين انا اشتغلت مجموعة مكونة من 3 اعمدة على نفس الفراغ اهو، وهكرر كمان فراغين بنفس الطريقة. فاخد اطراف الخيط واروح على الفراغ اللي عليه الدور واكرر ب3 اعمدة في المكان الواحد، هلف الخيط مرة واحدة، وشايفين بفوت الكلاستر واشتغل على الفراغ، بكون 3 عمود بلفه مع 3 حلقات، هسحبه حلقتين في حلقتين، واكرر كمان عمودين، ادي العمود رقم 2 العمود رقم 3.
على الفراغ اللي جاي هكرر بنفس الطريقة ونفس المجموعة 3 أعمدة في المكان الواحد. فهلف الخيط وعلى الفراغ اللي جاي وعليه الدور اهو هدخل زي ما احنا شايفين. انا بدخل بواقي الخيط عشان ابقى بنضف اول باول، ما يبقاش عندي خيوط كتيرة للتنظيف في نهاية الشغل بالشكل ده كده. تمام. وهعمل ايه؟ ادي العمود التاني، ادي العمود التالت. يبقى انا اشتغلت 3 فراغات متتالية، ادي 1 2 3 ب3 عمود للمجموعة الواحدة. ودلوقتي على الفراغ الرابع هبتدي اكون الركن اللي انا بدأت بيه، اللي هو عبارة عن 3 عمود بلفتين، سلسلتين 3 عمود بلفتين. فهنكرر بنفس الطريقة كده. هعمل ايه المرة دي؟ هشتغل طبعا خلاص الخيوط دي دخلت معايا على الشغل، ممكن قوي ان انا اتخلص من الزيادة كده عشان ما تضايقنيش. تمام. وهبتدي على الفراغ اللي جاي اكون ركن. بلف الخيط مرتين، هشتغل عمود ثلاثي، فهسحب الخيط. انا كده معايا 4 لفات، هسحب حلقتين في حلقتين في حلقتين بالشكل ده كده. هلف الخيط كمان مرتين واكرر على نفس المكان، حلقتين في حلقتين في حلقتين، واكرر بلف الخيط مرتين وعلى نفس المكان. هسحب حلقتين في حلقتين في حلقتين كده. انا اشتغلت 3 أعمدة بلفتين، واخد سلسلتين فراغ 1 2 واكرر على نفس الفراغ هو كمان 3 أعمدة بلفتين. ادي اللفتين، هدخل ادي العمود الاول بخرج منه على 3 مرات، الف الخيط مرتين وادخل ادي العمود الثلاثي رقم 2، الف الخيط مرتين وادخل ادي العمود رقم 3، حلقتين في حلقتين في حلقتين. زي ما احنا شايفين انا كده اتكون عندي الضلع المربع. وعلى مدار الدور كله هنشتغل بنفس الطريقة. ما بين كل ركن وركن بنشتغل 3 فراغات، كل فراغ فيهم مكون من 3 عمود بلفة واحدة. تمام. الأعمدة بتاعة الأركان بس هي اللي بلفتين. خلاص كده. فانا كل اللي انا هعمله هكرر، هبتدي كورنر جديد او هبتدي ضلع جديد مكون فيه اول كورنر اهو. يبقى انا المفروض اشتغل 3 فراغات، على كل فراغ منهم 3 عمود بلفه واحده. فهلف الخيط مره واحده، هفوت الكلاستر اهو على الفراغ اللي جاي اهو. هكون العمود الاول حلقتين في حلقتين، اكرر ادي العمود رقم 2 وفي نفس المكان العمود رقم 3، والف الخيط وعلى الفراغ اللي عليه الدور هدخل اشتغل مجموعه مكونه من 3 اعمده بلفه. ادي العمود الاول، العمود الثاني، العمود الثالث بالشكل ده كده. هلف الخيط وعلى الفراغ اللي بعد كده هو الفراغ الثالث معايا، هشتغل عليه نفس المجموعه. ادي عمود 2 و3 بالشكل ده كده. انا كونت 3 فراغات ب3 مجاميع. يبقى الدور اللي جاي على الركن هكون الركن بنفس الطريقة، بلف الخيط مرتين، اشتغل عمود ثلاثي حلقتين في حلقتين في حلقتين واكرر كمان عمودين. ادي العمود التاني، الف الخيط مرتين، العمود التالت. بعد ما اخدت ال3 اعمدة ثلاثي بالشكل ده كده، اخد سلسلتين فراغ واكرر نفس الاعمدة هي بلف الخيط مرتين و3 اعمدة كمان على نفس الفراغ. زي ما احنا شايفين هو تكرار بقى، وهفضل اكرر على مدار السطر كله لحد ما بوصل للنهاية ويتكون معايا 4 اركان بنفس الطريقة. تمام. ما بين كل كورنر وكورنر زي ما قلنا بنشتغل عبارة عن 3 مجاميع او 3 فراغات بعمود بلفة زي ما احنا شايفين كده. 3 عمود بلفة، 3 عمود بلفة، 3 عمود بلفة، ثم الرابع بيبقى ركن. فانا هكرر الضلعين المتبقيين ونرجع على نهاية الدور. لفيت داير ما يدور الاضلاع زي ما احنا شايفين مع بعض كده. اشتغلت اخر ركن واخر 3 فراغات بالشكل ده كده، وصلت على الركن الاول اللي بدأت منه. شايفين ظهر معايا الشكل المربع كده. وهنا كده على النهاية هبتدي اشتغل منزلقة فين بعد اخر مجموعة اشتغلتها 3 اعمدة اهي. هاخد 1 2 3 وفي رابع سلسلة من الارتفاع اللي على البداية، وهسحب غرزة منزلقة بالشكل ده كده. وطبعا هنا كده ابقى خلصت الشغل بتاعي، فهرفع الخيط وهقص.
وطبعا في المرحلة دي نهاية الخيط بالشكل ده كده ببتدي ألضمها على إبرة التنظيف، وأي زوائد معايا لو أنا سايبة زوائد من يعني تداخل الألوان، لكن طبعا زي ما قلنا احنا بننضف أول بأول، وبالتالي ما بيبقاش عندي إلا فتلة النهاية كده. هلضمها على إبرة التنظيف وتحت الغرز بتاعتي شوية، يفضل إنه في ظهر الوحدة دي كده، وش الوحدة يبقى في ظهر الوحدة كده، وهدخل بالغرز شوية أسفل الغرزة بالشكل اللي احنا شايفينه بشكل مخفي. تمام. واخد غرزتين تثبيت، او ممكن رايح جاي بيه بالخيط بالشكل ده كده، وبتخلص من الزيادة وبقصها. وزي ما احنا شايفين كده نبقى انتهينا. شايفين قد ايه الوحدة شكلها حلو جدا ومميز، وطبعا سهلة في التطبيق. ان شاء الله على الفيديو اللي جاي تابعوني، هنشتغل بيها تطبيق مميز وحلو قوي. اللي هيشتغلوا معايا وحابب يتابعني يحضر من نفس الوحدة دي 4 مربعات. اتمنى تكون حلقة النهاردة كانت مفيدة وعجبتكم، ويا ريت كل اللي استفاد ما ينساش يعمل لي لايك. اذا بتتابعوني او بتشوفوني لاول مرة وحابين تكونوا معايا على القناة، ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب او اشتراك عشان تشوفوا كل جديدي على قناة كولكشن، وفعلوا اشارة الجرس يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.